طيب نبدأ ان احنا مثلا عايزين نعمل يعني هنكمل على المثال اللي فات حتة الانيمال الاول ازاي بقى بعمل كلاس. انتوا اكيد شفتوا في الفيديوهات السينتاكس ان هو كلاس بعدها اسم الكلاس اللي عندي، وجواه بعرف المتغيرات اللي عندي او اللي هي يعني الفاريبلز بتستخدم برضو باسم او ثانية اه تمام. ال variables بتستخدم برضو باسم properties في الكلاس. تمام. والميثودز والفانكشنز بتستخدم بشكل متبادل يعني. فعندي مثلا string name، عندي string color، وعندي int age مثلا. تمام. دي كده البروبرتيز بتاعت الكلاس. هعمل مثلا ده اللي اسمها eat، وهخليه مثلا بتطبع ان هو اسم الحيوان ده is eating مثلا. تمام. بس هنا هيديني error لان هو هنا ده nullable، فبالتالي ممكن يبقى هنا بنل. فحاجة من الاتنين، يا اما اعمل دوت تو string ولو هي بنل هيقولي null is eating، او ممكن بطريقة تانية استخدم العلامتين الاستفهام دي واحط قيمة افتراضية ان هو لو ملوش اسم او الاسم بتاعه بنل فيحط لي animal مثلا. فهنا في الجزء ده كده لو النيم بنل فهيبقى هيقول لي animal is eating. تمام. فده كده. باشمهندس، ايوه. لو احنا بقى استخدمنا ليت بدل الجزئية دي ممكن تنفع ولا ما تنفعش؟ عادي مفيش مشكلة ومش هي. هتدي ايرور برضه ولا مش؟ لا لا مش هتدي. ثانية نعملها. وكده كده احنا هنكريت كونستراكتور دلوقتي فهي مش هتبقى بنل ان شاء الله. عادي. وهو مم. حتى لما يعني بص هنا خدت بالك ان الجزء ده بقى لونه رصاصي. اه. ده معناه ان هو في حاجه ملهاش لازمه هنا. يعني هو الكود هنا لو مم. عملت رن مش هيديني ايرور، بس ده معناه ان في حاجه ملهاش لازمه. فلما مثبتها مم. ظبط. تمام. تمام. eat ونعمل void drink مثلا. تمام. وبس على كده. ومثلا ممكن نعمل برضو print info. فهعمل برضو print name مثلا. name بعدها age. بس أعمل الأول age. هي ثانية مش هي back اه تمام. age زائد age. بس هي تمام. age equals 3. تمام. فده كده الكلاس بتاع الانيمال اللي عندي. ناقصني بس هنا ان انا اعمل الكونستراكتور بقى الكود بتاعكم اللي انتوا عاملينه يعني. بس انا عايز اوضح او اكد على نقطة، وهي النيم كونستراكتور. يعني انا عندي مثلا الاول الكونستراكتور الطبيعي جدا ان انا هنا مثلا اخد this dot name او الاول. طب سؤال، هو شرح حتة اللي هو ان انا اعمل this dot name كده مثلا واللي هو هنا احط سيمي كولون، ولا لازم اعمل body للكونستراكتور؟ صراحة الاتنين. تمام حلو. فخلينا this dot color و this dot age. تمام. هي دي كده معناها او
يعني بتساوي لو انا عملت animal string n مثلا و string c، وممكن اعمل نيم او الاول خلونا نخلصها int a، وانا هعملهم حروف بس بحيث ان هي تبقى مميزة، وهعملها يساوي color بيساوي c و age بيساوي ايه. وممكن برضو ان انا اعملها هنا name color و age، بس هنا لو هعمل كده اللي هو لو هخليها نفس الاسامي هو مش هيديني error، بس واللي هو بس هو لو وقفت عليها لاحظت ان هو هنا يعني اكنه خد ده وحط قيمته في نفسه تاني. فانا بقى لو عايزه ياخد المتغير اللي هنا ده ويحط جواه القيمة دي، فلازم احط قبلها this. تمام. وفي الحالة دي هتبقى نفس اللي فوق بالظبط، ان هو بياخد القيم اللي هتحطها له في الكونستراكتور ويحطها هنا. طيب نفترض مثلا ان انا بتعامل، احنا كنا شفنا في الداتا ستراكشرز حاجة اسمها ماب، اللي هي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن كيو فاليو، كانت عبارة عن كيو فاليو مثلا نيم وهكذا يعني، ومثلا توني لو كلب مثلا، ويبقى عندي color خليها كلها small black مثلا، ولو عندي age وتبقى integer 12 مثلا لو 12 شهر. فده كده شكل من اشكال المابس او اللي هو الداتا ستراكشرز اللي اسمها ماب. فلو انا عايز الانيمال اقدر ان انا اديله ماب وهو او ياخد الماب دي يديها القيم هنا. فهو انا كده يعني لو فكرنا كده هنلاقي ان انا عايز اعمل نفس دور الكونستراكتور، ان انا عايز ادي قيم ابتدائية للمتغيرات اللي عندي، وده دور الكونستراكتور. بس عايز اديها له بكذا طريقة، يعني انا بقى عندي طريقة ان انا اديها له في خلال البارامترز بتاعة الكونستراكتور، وعندي طريقة تانية ان انا عايز اديله داتا ستراكشر وهو ياخد منها البيانات. فبعملها ازاي؟ نيجي هنا لحاجة اسمها named constructor، ان هو يعني هي في اللغات التانية حاجة اسمها overloading، ان انا بعدل في البارامترز بنفس اسم الكونستراكتور وعادي، بس هنا مفيش. هنا في حاجة اسمها named constructor، ان انا بعمل اسم الكونستراكتور دوت from map مثلا from map، وهنا تمام هنا ابصيله ماب. تمام. ومنها بقى يعني احنا فاكرين ازاي بناخد القيم من الماب، باني بعمل يساوي اسم الماب وبين قوسين الكي بتاعي. نفس الكلام على الكولر بيساوي map of color. هنا انا بستخدم دبل كوتس بس عادي مش هتفرق، يعني لو حابين تستخدموا سنجل كوت في اي سترينج من دول عادي يعني، بس المهم ان انتوا اعتمدوا اسلوب واحد يعني، بحيث ايه كود ما يبقاش شكله مش لطيف بس. بس هنا فكده عملت كونستراكتور جديد. فانا هنا بقى فوق لو عايز اعمل اوبجكت جديد اسمه اوبجكت جديد من انيمال، فبكل بساطة هعمل انيمال a1 مثلا بيساوي انيمال، بعدها هحط السترينج توني مثلا وبلاك 12. تمام. ولو عملت a1.print.info فعملت run هيطبعها لي عادي جدا، بس هو هيديني ايرور تحت عشان الماب مش. تمام. فهعمل run اداني توني وايدج 12. طيب لو انا عايز اعمل اوبجكت جديد بس اديهوله كماب. تمام. فالاول فين الماب اللي عندي؟
هعمل اوبجكت جديد او هعمل variable جديد من نوع map اسمه m1 مثلا بيساوي اللي هو الماب بتاعتي، وانا بكريت اوبجكت جديد هسميه a2 مثلا بيساوي animal dot from map. لاحظنا ظهرت عندي في الاختيارات، واكتب اسم الماب اللي عندي m1 وهكذا. ولو عملت برضو a2 dot print info فهيبقى 20 تمام. فهي تمام. لو عايز اغير مثلا حتى هي فيها مشكلة اصلا ان هو اللي فوق بالاي، فهي واضح ان هو دي مختلفة عندي. تمام. ده كده النيمد كونستراكتور. ولو عاوز ازود حاجة تانية سواء مثلا animal dot from xml مثلا، لو انا عندي xml فايل ده نوع من فايلات اللي ساعات بتستخدم كداتابيز مثلا بس لوكال، فاقدر ان انا اخدها منه وهكذا. يعني اقدر ان انا كريت عدد لا نهائي من النيمد كونستراكتورز، بس لازم ان انا ادي قيم للنيم والكولر والايدج في كل واحد منهم علشان ما يدينيش ايرور، او ابقى مهندل لو اداني ايرور هعمل ايه. وهنا برضو بدل ما كريت اوبجكت، يعني انا بما اني هنا مش مستخدم الماب اللي هي m1 دي غير في مكان واحد، فممكن ان انا اشيلها من هنا واحطها هنا بشكل مباشر على طول، وابقى اديته القيمة بتاعت اللي هو المتغير وانا بكريته على طول. تمام. فدي ماب عادية جدا. فدي لحد هنا في اي مشكلة؟ طيب نفترض بقى ان انا عندي متغير زيادة اسمه int id مثلا. الاي دي طبعا مش، يعني انا مش اي حد بيكريت الاي دي ده. تمام. فالاي دي ده انا مش عايزه يبقى الناس في العادي شايفاه، بس عايزه ان هو ايه، اقدر ان انا مثلا اقول لكم يعني يبقى عندي مثلا دالة بتدي قيمة للاي دي ده، بس لازم اباصي فيها باسورد معين. تمام. والباسورد ده بيتشيك عليه، لو موجود تمام غير قيمتها، ولو مش موجود تمام ما تعملش اي حاجة، او اطبع لي رسالة ان الباسورد غلط مثلا. ويبقى عندي جيتر ان انا اخد الاي دي ده. تمام. فهنا يعني بمعنى اصح ازاي نعمل جيتر وستر على الاي دي ده. فاول حاجه ان هو عشان اعمل جيتر وستر لازم اصلا الحاجه دي تبقى برايفت. فعشان اعمل حاجه برايفت بيبقى لازم احط اندرسكور قبلها. ليه هو هنا مديني ايرور في الانيمال؟ علشان يعني محتاج قيمه للاي دي، فهخليه ليت هو كمان. فبالنسبه للاي دي الاول هخليه ينفع يكون عادي بيتاخد من الكونستراكتور. هيبقى int id id بيساوي id عادي جدا. بس ده كده اول لما اتكريت، انما علشان بقى يتعدل بعد كده لازم ان انا اكريت. وهنا برضو محتاج ان انا اكريت اخده من الماب. تمام. بس علشان اقدر ان انا اوصل لقيمته بقى، يعني انا لو فوق اول خلونا هنا نضيف 1 مثلا، والاي دي هنا 2، هنا 2. تمام. فعلشان اوصل لقيمته لو جيت اعمل a1 دوت id، هو الفكرة ان هو في اختلاف في مفهوم البرايفت في دارت. ان هو البرايفت بيبقى برايفت للفايل بتاعه مش للكلاس. فعلشان يبقى برايفت هننقل الكلاس بتاع الانيمال ده في فايل تاني. معلش. تمام. هاجي اعمل import. فلو جيت اعمل هنا a1 دوت مش هلاقي ان هو مديني اي اي دي. يعني فهمتوا الحته دي، حته ان هو الاي دي برايفت للفايل، او البرايفت في دارت هو برايفت للفايل مش للكلاس. تمام. فلو عملت a1 دوت
دوت مش هلاقي الاي دي عندي. فاللي هو لو انا عايز بقى ادي قيمة لل A1 للاي دي اللي في ال A1 او اغير فيها، اعملها ازاي؟ وان انا اوصل اصلا للقيمة بتاعت الاي دي اوصل لها ازاي؟ فهتبقى من خلال الجيتر. فازاي بقى من خلال الجيتر؟ او ايه هو الجيتر ده اصلا وايه هو الستر؟ الجيتر والستر عبارة عن ان هو طرق ان انا اتعامل مع البرايفت فاريبلز. يعني ان انا لو ان انا مثلا عايز اهندل قبل ما ياخد القيمة اتشيك هل القيمة دي مناسبة او لا، هل القيمة مثلا لو في عملية قسمة فهل المقام او اللي هو الدينومينيتور هو بيساوي صفر او لا. لو بيساوي صفر من الاول اطبع له رسالة مثلا، فبالتالي لو عمل عملية قسمة قدام ما يضايقنيش او ما يدينيش ايرور. انما الجيتر ان انا بقى في عندي برايفت، او الجزء اللي فات ده دور الستر. انما الجيتر ان انا يبقى عندي متغير برايفت وعايز ان انا اوصل لقيمته. ف طب دورها ايه برضو؟ ممكن ابقى مش بدي القيمة بشكل مباشر، ممكن اكون بعمل لها فورمات قبل ما ارجعها مثلا، وهكذا. فاهمين قصدي؟ فالجيتر يعني دوره ان هو حاجة من الاتنين، يا اما حاجة برايفت اصلا فما ينفعش فاللي هو انا بهندل هل يوصل لها او لا، وهل ممكن ابقى انا عايزه يوصل لها عادي بس ما يغيرش على قيمتها خالص مثلا يعني. ف... فالجيتر دوره ان هو يا اما خليه يوصل لها بشكل مباشر، يا اما لما هيوصل للقيمة يعدل عليها، يا اما ان انا ما اديهوش جيتر اصلا فيبقى ما ينفعش يوصل لها. تمام. طيب ازاي اكريت جيتر؟ هو الجيتر قريب شوية من الدالة، يعني من تعريف الدالة. ان انا اول حاجة بعرف الداتا تايب بتاع المتغير البرايفت. هو في حد تقريبا فتح المايك؟ لو حد عنده اي اسئلة مفيش مشكلة، اتفضل. تمام. ف... فاللي هو بقوم جاي مكريت الاول بحط الداتا تايب بتاع الفاريبل بتاعي. بعد كده بكتب كلمة get. تمام. بعدها اسم الجيتر بتاعي، فهكتب مثلا animal id. وبعد كده بحط قوسين، بعمل هنا بعمل الأقواس اللي هو بتاعة الفانكشنز العادية، وبعد كده بعمل return للاي دي. تمام. ثانية. تمام. يعني ينفع ان انا كمان الغي الاقواس دي. هي تقريبا يعني اتغيرت قريب لان هو بيقول لي ان هي deprecated، فمعنى كده ان هي كانت موجودة واتلغت يعني. لا، مش قايل لي ان هي deprecated، فهي تمام. يعني بعمل الجيتر شبه الدالة شوية بس من غير الاقواس بتاعة البارامترز. وممكن قبلها ان انا اعمل يعني ممكن اعمل string بيساوي هاش مثلا صفر زائد الاي دي. يعني ان هو ان انا هندل الاي دي ده هيظهر بشكل عامل ازاي، زائد اي دي دوت تو سترينج. بس هنا underscore اي دي دوت تو سترينج visible id مثلا او اي اسم، واعمل return للvisible id ده. فيبقى كده يعني. بس هو هنا محتاج string عادي، ممكن ان انا اعدل عليه. يعني هو تبع الجيتر، مش شرط يكون مرتبط بنوع الاي دي. يعني هو عبارة عن عنصر كده لوحده. يعني مش جيتر للمتغير ده، لا هو جيتر عموما، حاجة بتديني قيمة بس ما اقدرش ان انا اعدل على القيمة بتاعتها. تمام. فده كده الانيمال اي دي. طيب بالنسبة للستر. معاش يا مهندس. ايوه معاك. ايه لازمة الهاش هي زيرو ده؟ عادي ان انا قصدي هنا ان انا اقدر ان انا اغير على قيمة المتغير اللي انا عايز اعمل له get. يعني مش شرط ان انا اعمل return للقيمة صريحة. فاهم قصدي؟ يعني ممكن هاش بس، او يعني هي مش حاجة بترمز لحاجة. هي قصدي بيها ان انا اوصل لكم حتة ان انا في الجيتر ممكن ان انا
اعمل فورمات للداتا اللي عندي. يعني لو انا عندي مثلا متغير من نوع ديت تايم وعايزه يظهر يعمل جيت لليوم بس، فممكن ان انا اخد الديت تايم ده واجيب منه اليوم واعمل ريتيرن اليوم بس مثلا يعني. فده كده الجيتر. طيب دلوقتي بقى بالنسبة للستر، فانا عايز اعمل ان انا ينفع اعدل على قيمة الاي دي، بس يعني عايز اتشيك الاول. بس ثانية، هو الست تقريبا الستر ما بياخدش غير قيمة واحدة. set id مثلا. اه تقريبا تمام. بس هي الفكرة ان هي الستر بيبقى يعني الستر ده لو انا عايز ان هو طب ثانية هقول. فقبل الستر ده لو انا عايز اعمل دالة مثلا، باخد منها الاي دي اللي انا عايز اديه للقيمة او القيمة الجديدة بتاعة الاي دي، واخد الباسورد واتشيك لو هو الباسورد بيساوي قيمة معينة فان هو اغير في قيمة الاي دي، واقوم جاي عامل تعديل على قيمة الاي دي نفسها. فبكل بساطة اعمل void دالة عادية جدا void set id مثلا، والاسم ده مش مرتبط بالمتغير ولا اي حاجة. هاخد منها 2 بارامتر، الاي دي بتاعي والسترينج باسورد. هعمل اف لو الباسورد بيساوي مثلا 1 2 3. خلي الاي دي او اللي هو ادي بقى القيمة بتاعت اللي انا خدتها منه للمتغير بتاعي، او مثلا علشان برضو ما يبقاش فيه لخبطة new id بيساوي new id else، واقول له مثلا ان هو id updated successfully id updated successfully. تمام. وبعدها else password wrong password مثلا. تمام. فده كده بكل بساطة. ولو جيت مثلا اعمل هنا، اعمل في المين عايز اغير من الاي دي بتاعهم، فهعمل a1 دوت set id مثلا، عايز اخليه 3 بدل 1، والباسورد عمر مثلا. تمام. فهيديني رونج باسورد اكيد. ده يعني هنا رونج باسورد، ولو اديته 1 2 3 هيشتغل عادي. دي كده حتة ان انا ازاي اعمل set للاي دي. وممكن ان انا بقى اعمل دوت انيمال اي دي واعمل له برنت. تمام. نعمل اي دي برنت تحتها. وهنا ما عمليش برنت للتلاتة بس، لا هو عملها للهاش 0 3 اللي هو اللي انا خليته يعدل عليها هنا في الجيت. تمام. اخر حاجة في حتة الستر دي، وهي اللي انا كنت هقولها قبلها، ان هو الستر يعني كل دورها ان انا قبل ما اعمل ست للقيمة او ان انا اعدل القيمة بتاعة الاي دي، ان انا اتاكد ان البيانات دي مظبوطة، او اللي هي لو في قواعد مثلا مش مخالفاها او كده، فبتاكد ان هي يعني مظبوطة صح، وان هو محقق القواعد دي. على سبيل المثال نفترض مثلا ان انا الاي دي 0 عندي في الداتابيز مش موجود 0 او اقل، يعني لو ما فيش ولا 0 ولا اي دي بالسالب مثلا يعني. فاقدر اعمل ده ازاي؟ اقدر اعمل الستر بيتعمل ازاي؟ void set ده بقى نفس الدالة العادية، بس اللي هو بحط كلمة set دي قبل اسم الدالة. set بعدها set new id، لازم الاسم يبقى مختلف، قلنا مفيش عندي overloading. int new id. تمام.
بعدها هنا هقول لو النيو اي دي اصغر من او يساوي صفر، فبرنت invalid new ID مثلا new ID. else ان هو معنى كده ان هو تمام، فاقول له print ID updated، بس قبلها يعني هنعدل ال ID بتاعنا updated successfully. else هنا ال ID يساوي new ID بس كده. فهنا يعني دي نوعا ما قريبة منها، بس الفكرة ان انا كنت عايز اوصل لكم برضو حتة ان انا يبقى عندي باسورد وكده، بس دي ما تنفعش بالستر يعني ان انا كل التشيكس او كل العمليات اللي اقدر اعملها قبل ما ست الاي دي، ان هو يعني انا بعمل مجموعة من التشيكس على القيمة بتاعتي، ملهاش علاقة بأي قيم تانية يعني. وهنا لو عملت A2 مثلا دوت set new ID، السيتر بقى يعني لما اجي استدعيه مش بعمل هنا، مش بديله قيمة مثلا كده، لا، بيبقى كأنه متغير عادي جدا. نعمل set new ID بيساوي 2، فهو بيعمل ايه بقى؟ بياخد القيمة دي ويساويها بالنيو اي دي هنا وينادي على السيتر. فهو ده السنتكس بتاع السيتر، ان هو بعمله كمتغير عادي جدا، وهو بياخد القيمة الجديدة دي بيحطها في المتغير اللي بين الاقواس وينفذ الكود بتاع السيتر. ولو جيت هنا عملت خلينا نعمل النيو اي دي مثلا بيساوي -2، فالمفروض يطبع لي ان هو invalid ID invalid new ID. ده كده السيتر والجيتر.